السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة من جديد. واليوم ان شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. غادي نحضر معكم شباكية بطريقة سهلة وبدون مجهود او عناء، وكذلك بثلاث طرق ديال التشباك بدون تشبيك وبطرق سهلة، كل طريقة اسهل من الاخرى. واذا على بركة الله تابعوا معايا المكونات وكذلك طريقة التحضير. عندي نصف كاس ديال الزنجلان، سخنته شويه في المقله وطحنته حتى تعلق، طحنته مزيان وغربلته باش ما تبقاش تقطع لينا العجين ديالنا فاش نكونوا كندلكو فيها وبغينا نشبكوها. وعندي كذلك نصف كاس ديال الزبده مع زيت الزيتون. ذوبت الزبده مزيان حتى كتحيد منها داك الماء اللي فيها اولا اللبن، وضفت عليها زيت الزيتون عطاوني نصف كاس. وعندي كذلك نصف كاس ديال الماء الزهر. وعندي الملون. كتبقى لكم نتوما الاختيار، ممكن ديروا الملون اولا زعفران اولا ضامه اللي عجبكم. انا غندير ما بين الملون والزعفران بجوج. وعندي راس ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندي ملعقه صغيره مع مراش ديال الخميره ديال الحلويات ما يعادل 4 غرام. عندي ملعقه صغيره ديال النافع، ملعقه صغيره ديال حبه حلاوه، وملعقه صغيره ديال القرفه طحنتهم. وعندي قبصه ديال الملح وجوج معالق كبار ديال الخل ونصف كيلو ديال الدقيق. اذا على بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نذوبوا الزعفران مع الملون في هذا نصف كاس اللي عندنا ديال الماء الزهر. هذا الماء الزهر انا راني مدفياه شويه كيف كتشوفوا، راه موضح. انا مدفياه شويه صافي. غنضيف عليه الملون كيف بغيتو نتوما يجيكم اللون ديالها، وغادي نخليه على جنب حتى كيذوب ليا شويه. وفي هذا الاثناء انا غادي ندوز نحضر العجين ديالي. واول حاجه كندير هي انني كنخل الدقيق اللي عندي اولا نغربلو كيف ما سبق لي وذكرت. عندي نصف كيلو حتى كنغربلو كامل. وغادي نضيف عليه كذلك الخميره ديال الكيماويه، غنضيفها حتى هي نغربلها على هذا الدقيق كيف كتشوفوا. وغنضيف الخميره ديال الخبز حتى هي على هاد المكونات. وغادي نخلط حتى كيتجانسوا ليا هاد الخمائر مع الدقيق ديالي على هاد الشكل اللي كتشوفوا. من بعد غادي نبدا نضيف باقي المكونات. غادي نضيف النافع مع حبه حلاوه والقرفه والقبصه ديال الملح، وغادي نضيف الزنجلان كذلك. وغادي نحاول انني نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم على هاد الشكل اللي كتشوفوا حتى كيتجانسوا ليا مزيان هادوك المكونات مع الدقيق ديالي. من بعد غادي نبدا نضيف باقي المكونات الاخرى. غادي نضيف الزيت مع الزبده مع الخل، وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كنرملهم في الدقيق ديالي حتى كيولي عندي الدقيق ديالي مرمل. عاد غادي نعجنوهم بالماء الزهر اللي سبق لينا وضفنا فيه الملون. وغادي نكون مسخنه شويه ديال الماء الا خصني غادي نزيدو حتى كتشكل عندكم واحد العجين قاصحه. ودابا غادي نبداو نعجنوا في العجين ديالنا. غادي نبدا نعجن فيها بهذا الماء ديال الزهر اللي دفيته شويه مع الاضافات اللي فيه. نبقاو نضيفو غير شويه بشويه باش نعرفوا الكميه اللي غادي نحتاجو، لاننا خاصنا نخليوها شويه قاصحه، خليوهاش مرخوفه باش ما تعذبناش في التشباك ديالها فاش نبغيو نشبكوها. وصافي غنستمر بهذه الطريقه حتى كنجمع العجين ديالي كيف كتشوفوا. ضفت نصف كاس ديال الماء الزهر دافي، وعاودت ضفت ربع كاس ديال الماء عادي، يعني ما يعادل واحد كأس الا ربع ديال الماء اللي ضفت في العجين ديالي كامله. وغادي نجمعها على هذا الشكل اللي كتشوفوا هانتوما، على هذا الشكل. هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما كنجمعوها بالماء ديالنا كتجينا على هذا الشكل، كتكون شويه قاصحه. ودابا غادي ندوزوها هكا في الحكاكه ديال مطيشه على هذا الشكل باش ما تاخدش معنا صعيب شويه ندلكوها وهي قاصحه. نحكوها هكا على هذا الشكل، ومن بعد غادي نجمعها ونشكل منها حريبلات، وغادي نوضعهم في واحد البلاستيكه ونخليهم حتى كي يرطبوا ليا شويه. عاد غادي نبدا نشكل اولا ندلك فيها. وصافي كنحاول نقطعهم هكذا بشكل متساوي، وغادي نشكل منهم كيف ما سبق لي وذكرت واحد الحريبلات على هذا الشكل هذا. وغادي نوضعهم هكذا في بلاستيكه ونخليهم حتى يطلقوا ليا. عاد غادي نتلاقاو باش ندوزو ندلكوهم.
صافي هنا من بعد ما طلقات ليا العجين ديالي مزيان غادي ندوز ندلكها على هذا الشكل بشكل طولي. ندلكوها هكا بهذا الشكل الطولي. الا كانت متوفره الماكينه غيكون احسن غدلكوها فيها. وصافي غنطلقها على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، وغنقطعها هكا على شكل مستطيل طويل، وغادي نبدا نشكل هكا في شرائط على هذا الشكل حتى كنشكل شرائط يكونوا تقريبا بنفس الحجم. نديروا واحد الحجم اللي يكون متوسط. وصافي من بعد ما شكلت الشرائط غادي ناخذ واحد الشريط، حاولوا ديروهم شويه طوال باش يكفاوكم كيف ما هو موضح في الفيديو. وغادي نتني على هذا الشكل، وغادي نعاود نتني من الجهه الاخرى، يعني غيعطيونا 3 ديال الشرائط صغار، والرابع غادي ناخذوه وغادي نحاول نعقد واحد عقده عاديه بحال هكا كيف كتشوفوا على هذه الطريقه. نعقدوا عقده عاديه كيف كنعقدوا اي عقده، ونحاولوا نخليوها تكون مرخوفه شويه ما نزيروهاش هكا. وديما الواجهه ديالها تكون من الجهه اللي غادي تبقى من الفوق. نقلبوها ونعاود نرد المره الاولى والمره الثانيه، يعني جوج ديال الشرائط، ونمعس من الجوانب مزيان هكا باش يلصقوا. وكندير بحال هكا، نحاول نضغط على الجوانب مزيان ونصايب حتى هذوك الجوانب باش يجيونا هكذا وريضات، ونضغط على الجوانب على هذا الشكل مزيان باش يلصقوا باش ما تحلش لينا في القلي. وغادي نقطع الفائض اللي عندي ديال العجين كيف كتشوفوا. وهذا هو المنظر اللي كتعطينا منظر زوين وكذلك بطريقه سهله. هانتوما هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه بزاف. ونوضعوها في اللاطه ونخليوها وغادي ندوز نصايب وحده اخرى معكم باش تشوفوا مزيان. هانتوما هكا. ودابا غادي ندوزو نصايبو الشكل الثاني، هو اسهل من الاول. غادي نديرو نفس الطريقه، 1 2 3، يعني كنطويو 3. والرابع غادي نلويه هكا جوج ديال اللويات كيف كتشوفوا هكا. وصافي غادي نعاود نرد جوج ديال الطيات من الفوق، ها وحده وها جات. وبنفس الطريقه غادي نمعس الجوانب باش يلصقوا، ونقلب ونحاول نضغط مزيان كيف ما سبق لي وذكرت باش تلصق. وكتجيني على هذا الشكل هذا اللي هو موضح معكم في الفيديو، حتى هي كيجي المنظر ديالها زوين. ونقطعوا بطبيعه الحال الفائض ديال العجين، وكنستمر بنفس الطريقه حتى هي. غادي تشوفوا معايا واحده اخرى. وهذا هو الشكل ديالها كيف كتجينا على هذا الشكل. ودابا غادي ندوزو للطريقه الثالثه، هي اسهل من الطرق الاولى. غادي ناخذ الشريط ديالنا وغادي نتنيوه على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. نتنيو 6 ديال الطيات، وغادي نمعسو الجوانب ديالهم على هذا الشكل
نحاولوا نضغطوا وندخلوا هكا، ونحاولوا بالاصابع ديالنا ولا بالمساعده ديال بحال هكا هاد الاعواد ديال الشواء ولا اللي كان، نحاولوا اننا نصايبوهم هكذا. نديروا جوج في الوسط وجوج مثلا في الجوانب هكا باش يجينا هكذا هاد الشكل هذا. نحاولوا نصايبوهم غير بالاصابع ديالنا، حتى هما تقدروا تصايبوهم بهم كيف كيجي الشكل ديالها. وغادي نستمر بنفس الطريقه كيف كتشوفوا، غادي نتني ونكمل بنفس الطريقه. وهادو هما الاشكال بثلاثه كيف كتشوفوا. هذا الشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الاول كيجيونا على هذا المنظر، كل منظر كيجي مختلف على الاخر. وهنايا من بعد ما استفتهم في اللاطه ديالي وخليتهم حتى كيتشربوا مزيان، ما كنقليهمش ديك الساعه، يتشربوا مزيان عاد نقليهم بين ما كنكونوا سالينا بطبيعه الحال. وكناخذ واحد المقلاة كندير فيها الزيت تسخن، الزيت النباتيه بطبيعه الحال، ما كنسخنهاش مزيان باش ما تحرقش ليا. وغادي نبدا نوضع هكا في الشباكيه ديالي، نبدا نحط هكا فيها ونقليها. وفاش كتحمر لينا من التحت كنقلبوها على الوجه الاخر باش تحمر لينا، تاخذ لينا هذا اللون الذهبي هكا كيف كتشوفوا. وكنكونوا موجدين العسل ديالنا هكذا في شي حاجه باش نطفيوها فيه وهي مازال سخونه باش تشرب لينا العسل ديالنا. وهذا العسل انا حضرته معكم في القناه، غنخلي الفيديو ديالو في تحت الوصف الا بغيتو تشوفوه. صافي غادي نبدا ناخذ هكذا ونحط في العسل ديالي، نطفيها فيه بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. ومن بعد كناخذ هكذا واحد الملعقه، وما كنحاولش نقيسها هي باش ما تفرتتش، وكنهز من الجوانب وكنخوي الفوق ديالها هكا العسل باش تشرب مزيان، اولا كنقلبها هكا كيف كتشوفوا، كنخوي فوق العسل هكذا مزيان حتى كتشرب ليا العسل اللي فيها. وفي هذا الاثناء انا كنعاود نحط كميه اخرى تقلى وكنخلي هذه في العسل حتى في العسل عفوا حتى كتشرب. بينما انا كنكون قليت الكميه الثانيه كنحيدها وكندير الكميه الاخرى هنا في العسل، وهذه الكميه كنحيدها وكنوضعها هكا في شي كسكاس اولا شبكه تصفى. ومن بعد كندردر ليها هكا شويه ديال الجنجلان اولا نرشها بشويه ديال الجنجلان يكون محمر بطبيعه الحال. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما كنكون صفيتها ورشيتها هكا بشويه ديال الجنجلان، كتجينا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. هذه واحد الواحده عن قرب باش تشوفوا كيفاش كتجينا، كتجي التشباك ديالها حتى هو زوين. وغنقطع معكم باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتكون طايبه. وكذلك هانتوما كيف كتشوفوا كتكون هكذا زوينه بزاف، كتجينا على هذا الشكل هذا. نتمنى انكم تجربوا الطرق ديال التشباك وكذلك الطريقه، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله وتنجح معكم. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ضغطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس للتوصل دائما بجديد ووصفاتي. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.